السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ إيه رأيكم في المفاجأة الحلوة دي اللي أول ما تدخلوا لازم تحطوا لها لايك، أول ما تدخلوا كده لازم تحطوا لها لايك، ولو كنتم لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا إن شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم، يا رب الحاجة أوضة النوم تعجبكم. أنا دي أوضة نوم. قصتها ايه بقى يا جماعه؟ لازم تعرفوا قصتها. دي مش اوضه نوم جديده ولا حاجه، دي الاوضه بتاعتي انا. كنت قلت لكم ان انا واقع عليها ظلم. الظلم ده كان كبير جدا جدا جدا، الحمد لله ده جزء منه بس اترفع. فانا خدت الحاجه بتاعتي دي، غرفه النوم بتاعتي اللي انا اصلا متجوزه بيها، يعني دي غرفه نومي انا. ف دي غرفه النوم بتاعتي مش جديده ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين هي اصلا مترابه جدا بسبب انها كانت مركونه. فكل الحوار يعني لحسن تفكروا انها فلوس اليوتيوب ولا حاجه، لان اصلا لسه ربنا ما كرمناش بفلوس اليوتيوب، لان القنوات الصغيره وكل القنوات الصغيره عارفه كده ان ربحها صغير جدا وقليل جدا. يعني ممكن في الفيديو اتعب فيه واعمل روتين وبهدله وفي الاخر 3 سنت 3 سنت، يعني كانك كده 3 شيلن مثلا، يعني ما كملتش شيلن واحد بس 3 شيلن، انتوا متخيلين؟ ف انا بنقول الحمد لله، بس احنا متوقعين مثلا ان الفيديو يضرب حاجه، بس هو ده اللي مخلي الواحد يعني صابر على الفيديوهات وصابر على التعب والشقه. فاهميني؟ آه بس فهي مش قصه فلوس اليوتيوب، ولو هي فلوس اليوتيوب اقول لكم، لان دي حاجه ما ده كرم هيبقى من ربنا، فمش هينفع افبيه ابدا. لكن دي حاجتي انا. وزي ما قلت لكم ان انا كان عندي فيديو من 3 سنين اول ما فتحت القناه، اول روتين ليا على القناه هتلاقوه مكتوب فيه كده، هتروحوا تشوفوه وتشوفوا قد ايه انا كنت بقول ان كان في ظلم عظيم واقع عليا، كان ظلم شديد. فده جزء من الظلم اترفع عني، بس فهي القصه كده ان جزء من الظلم اترفع عني الحمد لله. انا دلوقتي مش مصدقه اصلا ان انا بعمل برص في حاجتي، واول حاجه ابتديت بيها هي الدولاب، عشان هو اللي هيشيل مثلا الهدوم، الملابس بتاعتنا، اللي اسمها ايه يا ربي الفرحه منسياني والله. فرش بقى في الدولاب زي ما انتم شايفين كده، برضه ده مش جديد، يعني مفيش حاجه هتظهر هنا جديد عشان نبقى الدنيا واضحه، دي كلها كانت حاجتي انا. آه مسكت البريدج لمعت بيه عشان تبقى الدنيا كده شكلها جديد، والتراب لان التراب مهما تمسحيه مش بيلمع الحاجه، فالبريدج صراحه روعه وبيلمع الحاجه وبيرجعها جديده. الضرفه بتاعتي دي انا مش لاقيه الكعب بيركب عشان الضرفه تركب، فمش لاقيها خالص. بس هركبها كده كروكي يعني عشان بس الشكل العام والتصوير، لكن هي لسه ما ركبتش. فالدولاب هيلم بقى الملابس، هيلم الفوط والملايات والستاير وكل الحاجه. فعشان كده انا ابتديت بيه. ابتديت بيه وبعدين شلت التراب اللي كان موجود على الحيطه. الاوضه دي كانت فاضيه تماما، ما كنتش عامله بيها حاجه خالص، ما كنتش بصور فيها، لان طبعا ما كانش فيها حاجه خالص، يعني هي كانت المفروض مكان غرفه النوم. فطبعا بما ان ما كانش عندي غرفه نوم وما كانش فيه غير غرفه نوم الاولاد بس، فكنت حاطه غرفه نوم الاطفال وبعتبرها غرفه النوم بتاعتي يعني، بس مش اكتر من كده. لكن كانت الغرفه دي كانت فاضيه ما فيهاش اي حاجه. مسكتها بقى شلت كل التراب اللي كان فيها، طبعا كان فيها تراب كتير لانها كانت مهمله. ما كنت حاطه فيها شويه كراكيب كده ملهمش اي لازمه. فنضفتها بقى وشلت التراب اللي كان موجود فيها وكده. لو كنتم لسه موجودين معايا لحد دلوقتي ما تنسوش تحطوا لي اللايك، ويا ريت تكتبوا لي كومنت حلو تدعوا لي فينا ربنا يكبر بخاطري اكتر واكتر، يرفع عني الظلم اكتر واكتر. انا متاكده ان دعواتكم هي اللي عملت معايا كده، ومش ناسيه كل الناس اللي كانت بتدعي لي من قلبها و وبتدعي لي ان ربنا يكبر بخاطري. اكيد اكيد بدعواتكم ودعواتي ربنا استجاب الحمد لله. انا مش مصدقه والله، مش مصدقه لحد دلوقتي، حاسه ان انا بحلم، حاسه ان دي مش حقيقه، وانا بتفرج معاكم على غرفه نوم حد تاني، وبدعي له ان ربنا يعني اقول ايه، بس يعني اللهم لك الف حمد والف شكر. آه عفوا، الواحد لما بيشوف حاجه عند حد بيبقى مبسوط له جدا، فانا حاسه ان انا بتفرج على غرفه نوم حد تاني، وبدعي له ان ربنا يبارك له فيها ويبقى مبسوط فيها. فاللهم لك الف حمد والف شكر يا رب. انا لو قعدت احمد ربنا من هنا السنه الجايه عمري ما هكفيه ولا هوفيه اللي عمله معايا، ان يسترها الستر اللي ستره لي. آه انا الحمد لله كانت عيشتي كويسه جدا جدا جدا، كنت ماديا مرتاحه الحمد لله جدا. وكان عندي عربيه، وكان حاجات كتير قوي مش هذكرها، الحمد لله كانت نعم ربنا عليا كتير قوي. وفجاه بسبب حقد ناس حسبنا الله ونعم الوكيل لحد ما اموت مش هسامحهم، دمروا لي حياتي، دمروها لي. يعني كلمة تدمير، زي ما انتوا كنتوا شايفين الوضع وكنتوا شايفين انا كنت قاعدة على ايه. وقبلها كمان انا كنت قاعدة، يعني قبل حتى كمان ما اطلع على اليوتيوب كان حالتي اشنع من كده كانت حالتي افظع من كده كمان.
ده لما طلعت على اليوتيوب بقى في مثلا كنبه او في حاجه زي كده. فانا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل وعند الله تجتمع الخصوم، بس مش هقول غير كده. و... وربنا طبعا عارفهم، وربنا يديهم على قد نيتهم ويديهم على قد اللي عملوه معايا وبهدلتي انا واولادي، بس مش هقول غير كده. والحمد لله رب العالمين. خلينا في فرحتنا، خلينا في انبساطنا، خلينا في جبر ربنا لينا. انا طمعانه في جبر اكتر من كده، انا بس خدت حاجتي، بس لسه في حاجات تانية انا طمعانه فيها، لسه في حاجات تانية انا عايزاها وبتمناها. خليكوا طماعين قوي مع ربنا. لما تلاقي الدنيا ضاقت عليكي او الناس ظلمتك ظلم باين، ظلم رهيب، بصي هتشتكي لاختك، هتشتكي لامك، هتشتكي لعيلتك كلها، هتشتكي لصاحبتك، مفيش حد في ايديه حل. هم لو قدروا يساعدوكي اكيد هيساعدوكي، بس اللي فيه حل بقى في ايديه والمعجزات كلها في ايديه هو رب العالمين. افرشي صليتك وصلي وادعي وعيطي لربنا، اقعدي عيطي له، لان هو ده اللي في ايدك الحل، هو اللي في ايده الحل. لو قعدتي تعيطي من هنا للسنه الجايه الناس عمرهم ما هيقولك معلش استحملي معلش، لكن اللي في ايده الحل هو رب العالمين، اللي في ايده المعجزات هو رب العالمين، اللي في ايده غير لك حياتك هو رب العالمين. انا عملت كده، انا عملت كده. كنت كل ما الدنيا تضيق بيا افرش مصليتي واقول يا رب خلاص انا مش قادره استحمل، يا ترفع عني البلاء يا تخليني استحمل اللي انا فيه ده، هو واديني صبر عشان اقدر استحمله. كنت بخرج كده مجرد ما قلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاقي نفسي في حال غير الحال. وهو ده اللي ربنا عايزه. ربنا اذا كان بيبتلينا فاكيد بيبتلينا رفع درجات او تكسير ذنوب، او ان هو بيبتليكي عشان تقربي. فمش الابتلاء للابتلاء كده وخلاص، تمام؟ لازم تبقي فاهمه كده ان ربنا مش جايب الناس في الدنيا عشان يعذبها، هو جايبهم علشان يا اما يرفعهم درجات فبيبعت لهم ابتلاء لان انت باعمالك بصلاه وصوم وكده. لا لا، مش هو دي المكان اللي انا عايزها ليكي. انا شايفك من جوه وعارف نيتك من جوه شكلها عامل ازاي، فهبتليكي بشويه حاجات في الدنيا الفانيه دي اللي كلها هتعدي باذن الله. زي ما كده حياتي الحمد لله الحاجات دي، الايام الوحشه خلاص عدت الحمد لله رب العالمين، الايام اللي جايه كلها فرح باذن الله. فهبتليكي بس بشويه حاجات كده بسيطه وتستحمليها وهتعدي زي ما اي حاجه في الدنيا بتعدي. وبعد كده هرفعك درجات عاليه، هرفعك مكانه عاليه، لان انت باعمالك اللي هي صلاه وصوم وكده مش هتعرفي توصلي للي انا كنت، للمكان اللي انا عايزه اوصلك فيها. انا مش بتكلم على نفسي، انا بتكلم عموما. فبالتالي رب العالمين اللهم لك الف حمد والف شكر. الغرض انك تقربي لربنا، قربي وادعي له عشان المعجزات تحصل زي المعجزات اللي حصلت معايا. والله يا جماعه انتوا مش متخيلين ان العفش اللي جالي ده هو او عزالي اللي جالي ده والله هي مجرد معجزه، معجزه من معجزات ربنا ان انا عفشي يرجع لي تاني. بصوا بقى انا عندي حاجه عايزه اقولها لكم. الحاجات بتاعتي والملايات بتاعتي كل ده حاجات قديمه، انا بقالي تقريبا يعني ما يقرب من 10 سنين انا ما اشتريتش اي حاجه جديده تماما تماما تماما. فبالتالي الملايات والستايلات اللي عندي كلها قديمه شويه، فاستحملوني لحد ما ربنا يكرمني كده ان شاء الله يوسع عليا واعرف اجيب جديد. لكن دي كل الحاجات بتاعتي انا، تمام. الحاجات دي بقى دي كوفيرتا كنت جايباها برضو من زمان، يعني هي كوفيرتا قديمه بس بما ان انا ما كنتش بستخدمها فهي تبان ان هي جديده، لاني طبعا بقالي حوالي 5 سنين انا حاجتي مش معايا فمتشاله فما اتهنتش، يعني ان هي جديده وحلوه ماشي حالها. يعني هي على وشين، الوش ده صورة مرسومة عليه رسمة وردة الفانيليا، أنا بحبها قوي لأنها رقيقة وشيك جدا، بس هو غامق شوية. والوش التاني اللي أنا كنت بفكر أفرشه وهو مكتوب عليه لاف كده وورد ولونه أبيض زي ما انتوا شفتوه كده، فشكله لطيف وكل حاجة، بس أنا حسيته إن هو مبهج بزيادة، فأنا حبيت ده أرقى شوية. هي الملاية هي جاية معاها كيس مخدة زي ما انتوا شايفين كده وخداديتين، فكيس المخدة والخداديتين برضو وشين، يعني كل واحدة فيهم وشين. الشكل ده عجبني اكتر وراقي اكتر. عندي على الحيطة هنا كده في فتحتين زي ما انتم شايفين، الفتحتين دول موجودين من ساعة انا ما جيت، مش عارفة الصراحة كان غرضهم ايه يعني. فحطيت عليهم حاجة كده هوريها لكم برضو. ده برضو مفرش حطيته كده، المفرش اللي هي بتيجي للمفرش هنا ومفرش للكومودينو ومفرش للكومودينو التاني، هو بيبقى جاي طقم كده مع بعضه يعني. السرير كان نفسي احطه في النص بس ما عرفتش. طبعا دي لو تفتكروا كنت عمال اقول لكم مش عارفه احطها فين، مش عارفه احطها فين، شكلها حلو وعاجبني بس مش عارفه احطها فين. هي بتبقى جايه بوستين ومعاها بونبونيره كده في النص. انا حطيتهم هنا افضل، حسيت ان شكلهم هنا افضل، مع ان المفروض هم بيتحطوا في الريسبشن عشان البونبونيره، بس انا حسيت ان هم شكلهم هنا احسن وماشيه كمان مع الايه مع الغرفه يعني. مسكت الارض مسحتها مسحه خفيفه كده
وخلي بالكم لسه هنحط بقى النور الليد وهقول لكم عملناه ازاي. عملته باسهل ما يمكن، وكمان فلوسه قليله جدا. يعني جبت واحنا بنمسح الارض كده هقول لكم عملت ايه بالظبط. جبت لمبه، جبت اللي هو السلك الليد ده، جبت المترين المتر ب 20 جنيه، فالمترين ب 40 والفيشه بتاعتهم ب 15، يبقى كده 50 55. وجبت حاجه اسمها ضغط ده بيتحط فيه سلوك. الضغط ده حطيته ورا 2 متر كده، ومسكت مسامير معلش الفرحه بقى مسكت مسامير ورحت ربطاه في السرير من ورا، وحطيته فالنور اصبح بالشكل اللي انت شايفاه ده، مديني شكل حلو قوي قوي قوي، عاجبني. انا مش مصدقني اصلا دي غرفه النوم بتاعتي، مش مصدقني جبر ربنا خلاص انا وصلت له، مش مصدقني بعد الصبر الطويل ده والقهر اللي انا عشته بسبب ناس، يلا ربنا ينتقم منهم، ادعوا معايا حسبنا الله ونعم الوكيل. انا حطيت البرواز دهوت هنا كده زي ما انتم شايفين، ف بسبب الناس انا اتحرمت من حاجات كتير قوي. الحمد لله ان هي جت، المرايه مكسوره بس مش مهم، انا مش شايفه كل ده اصلا، انا والله مش شايفه كل ده، انا مش شايفه غير ان انا مبسوطه وان انا سعيده وان انا حاجتي رجعت لي وخلاص، بقى عندي دولابي وبقى عندي غرفه نومي وبقى عندي حاجتي خلاص الحمد لله. لسه كمان المفاجآت هتتوالى، ولسه ان شاء الله هنعمل الحاجات دي واحده واحده مع بعض، لسه باذن الله هنفرشها مع بعض واحده واحده. شايفين الجمال؟ اللهم بارك اللهم بارك يا رب. ادعوا لي ان ربنا يبارك لي في حياتي الجديده، ادعوا لي ان ربنا يجبرني اكتر واكتر، وهو اكتر حد هو عارف، اكتر حد استغفر الله العظيم، هو اكتر. اقول ايه يا رب؟ انت اللي عالم باللي فيا واللي انا مريت بيه. الحمد لله الحمد لله. انا والله العظيم ينطبق علي الايه القرانيه: يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. بجد انا مبسوطه. انا كان عندي حاجات والله العظيم لو كنت قلتها لكم كنت وعشتها، يعني كنت انا لميت الاف المشاهدات، لكن انا مش ده طبيعي، لاني الحمد لله انا طول عمري متربيه على الخير وعلى الشبع وعلى الله يبارك لك يا الله يرحمك يا ابويا، الله يرحمك ويبارك لي في عمر امي. هي مربياني على كده، اني انا مهما كان فيا ما اقولش، مهما كان فيا اداري، مهما كان فيا حاجه زي كده اداري، وما بينش ابدا اني انا حالتي مش كويسه، لاني الحمد لله الحمد لله. مش مالناش دعوه بالحاجات القديمه دي بقى، مالناش دعوه بالحاجات القديمه، خلينا في الجديد وبس. خلينا في الانبساط والسعاده، خلينا في الحياه الجديده باذن الله اللي هنعيشها مع بعض ان شاء الله. نعمل روتينات جميله 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 مع بعض باذن الله. خلاص بقى عندنا بقى الحاجه بتاعتنا الحمد لله، اللي هنعمل فيها روتينات جامده باذن الله. استنوني الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، اكيد جامده وحلوه. بس انتوا تشجعوني بكومنت حلو، بدعوه حلوه، بلايك كده، ما تنسوش بلايك جميل زيكم. لسه بقى بيت الشقه زي ما انتم شايفين ما اتفرشتش ولا حاجه، ان شاء الله هنزلها لكم واحده ورا واحده، بس انتوا تشجعوني وحطوا لي لايكات وحطوا لي تعليقات عشان الفيديوهات تعلى، علشان تشجعوني ان انا انزل لكم فيديو جديد. انا عارفه ان انا طولت عليكم بس انا